انا اقول لك اسمع. المسيحيه اكثر من المسلمين، انا اقول لك المسيحيه اكثر من المسلمين، عرفت يا كيف؟ اخي وانا المسيحيه ما ما يهمهم بحترم دينهم مثل ما مشاعرهم، يهمهم عرفت كيف؟ المسلمين دينهم. ما يهم ما طلع لنا واحد مسيحي يروح يفجر نفسه او يدعو للقتل عشان انه واحد اتجاوز على معتقده، الا عند هذا المليار و700 مليون مسلم المتخلف اللي عندهم هذا الهبل ويسموه كتاب منزل من عند الله. هذا الكتاب مش منزل من عند الله طيب خليني عرفت احكي كيف؟ خليني احكي يا ابو صالح. فبالتالي لما يدعس عليه هو يدعس على اي هبل، فكيف اذا جينا لمحتواه اللي كله يدعو الى التحريض والقتل والضرب والاعتداء وسحق الكرامه الانسانيه؟ المفروض يا ابو تتكلم في صالح، هذا. فهم القران مو على كيفي وكيفك، له تفاسير خاصه. مو كل واحد فسر على كيفه تروح تاخذ لي اياه مثال. ما يصير يا اخي، ما يصير هيك. التفسير القراني له لحظه، انت تفسير انت شو مصادر التشريع عندك؟ لحظه، شو والحدود مصادر إلى التشريع؟ لا، انت شو والحدود مصادر إلى التشريع؟ لحظه لحظه إلها لحظه شروط. لحظه، شو مصادر التشريع عندك؟ انا ماني مسلم لناقشك بمصادر التشريع، انا عم احكيك بالاستفزاز فقط. انت مو مسلم صح؟ انا مسلم بس ما عندي شو دراسه، شو بده واحد مصادر دارس التشريع عندك؟ الاسلام مصدر شو التشريع مصادر تبع التشريع القران، عندك؟ والقران بس، ما اجيب من حدا ثاني. ما القران القرآن. فيه. علماء المسلمين قاطبة يقولون الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد والقياس والاجتهاد، أنت صار عندك القرآن فقط؟ اكيد بدي أنت مين يفسر بتصلي لي عايد؟ اياه يا لحظة، اخي، أنت هذوك بتصلي يفسرون للقران. عايد، أنت بتصلي؟ اصلي الحمد لله. شو ما اصلي؟ كم صلاة تصلي باليوم؟ اصلي 5 صلوات. 5 صلوات تتعلمتها من القرآن ولا من السنة؟ من القران اكيد. أيوة، طلع لي وشرع. هذه الصلوات من القرآن، طلع ايوه انا لي. طالع لك اياها. اجوا العلماء اللي يفهموا بالقران فسروا لنا اياها. عرفت؟ لا، ما حدا جي وفسر القرآن. الصلوات اللي عندك موجودة في الأحاديث مو من القرآن. ابو صالح، انا ما بدي اناقشك اذا بالقران من اذا هاي، اذا لانه لا والله تجي لا تجي مو تتفلسف. مكاننا لا هنا، تجي تتفلسف. مو لحظه المكان لحظه هون. لحظه 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 عايد، لا تجي تتفلسف وتقول لا هذا القران اللي بيفهم في معناه. انت انسان جاهل مقلد، ما لك لك يا قدره حبيبي، مو انك جاهل، تناقش في اكيد هذا جاهل المجال. بالقران، مو اي انسان يفهم بالقران يا ابو صالح. انا بفهم في القران، انا يحق لي اناقش، انت جاهل، انت ما يحق لك انك تناقش في القران، هذه هي الفكره. يا اخي انا ما راح اخليك تستفزني، راح اجي معك. رائع، شفت؟ ببقائك بين الالمان وبين هذول الكفار اجعل منك انسان سوي شويه، مو مثل صاحبنا بعد قبل والله من شويه. زمان هيك، الله وكيلك من زمان هيك. انا مين قال لك انا تعلمت من الالمان؟ والله الالمان نحن عم نعلمهم يا رجل. والله نحن ما نعلمهم بتعلم هاي الالمان. الامور. والله عم نعلمهم. الالمان لا لا والله الالمان انت ما بتعلمهم. يتكاونون نجي نفك بيناتهم ويكيفون ولك على فك يكفي الدنيا. كذب، يكفي كذب، يكفي. ما انت ما تصدق، يكفي المشكله كذب. ما تصدق. انت عندك انت من اي ببالك بلد؟ من فكره. اي بلد يا عايد؟ من اي بلد؟ من سوريا. من اي بلد انت؟ انا من ريف دمشق. الالمان اللي تكاولوا وجوا طلبوا منك اللجوء عندك في سوريا، صح؟ لا ولك والله يخرب مو بيت هيك. الكذب. ايوه عاد شو شرط كل اثنين يتكونون بالباص ولك عندي؟ يخرب بيت الكذب. لازم يطلعون ولك على سوريا لجوء. 10 ملايين مهجر بسبب الحروب بيناتكم. انتوا ب... شو سبب بتوقفون الحرب ابو صالح؟ والله الخناقه سؤال بين جانبي الالمان، هذا. ولك شو يكفي سبب كذب. الحرب؟ شو سبب الحرب؟ سؤال لانكم جانبي. متخلفين، هذا هو السبب. شلون المتخلفين؟ انا كنت قاعد ببيتي امن ومزبوط. لو ما اجت روسيا وقصفتني وزتت علي برميل، انا ما طلعت من والله بلدي. ما روسيا ما اجت لما طلعت لكان الجماعات مين الارهابيه ابوي في كان عنده يمن. طياره وعبى روسيا البرميل ما وراح اجت. زته علي. ليش؟ لا، ليش روسيا ما اجت تقصف على الامارات او على السعوديه او على لان الكويت؟ يا ابو صالح خلينا لا لا، خلينا نفوت العمليه سهله. بمواضيع لما انت ثانيه. تطلع، لحظه الدول الاوروبيه، لا والله بدي احكي. لحظه لا والله بدي لحظه يا احكي. ولد، لانه الدول لحظه. الاوروبيه عندها لحظه مشغلين لحظه مشغله الرؤساء بالدول العربيه لحظه. يا ابو صالح. انت لولا انك طلعت الجماعات الارهابيه ومكنتهم من البلد، اي عرفت ارهابيه كيف؟ يا زلمه؟ ما انا ارهابي يا اقول زلمه؟ يعني جماعه علوش وجماعه الحموي وجماعه الجولاني وجماعه البغدادي وجماعه جيش الصحابه وجيش القندره وجيش هذول البطيخ. من جابهم؟ ما خليت جماعه القاعده كل مشتقات الارهاب كلها صارت عندك، فاكيد من جابهم هذول؟ انا جبتهم؟ اكيد انت جبتهم، لك مين جابه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مو انت والله خفت كشخص، هذا. افهم، مو انت كشخص. انا عم حكيك كشخص. انت عم تقول لي ليش رحت على اوروبا؟ انت اصلا يا حبيبي، انت ما اكلمك كشخص، انا اكلم افكار، انا ما انزل الى مستوى شخص، يعني عرفت كيف؟ انا اقول لك كافكار. انت العمليه سهله جدا، اسمع.
أنت ببساطة شديدة أنت آخر من يتكلم عن الخلافات وعن المشاكل وعن الخناقة. أنت دولتك فيها 10 ملايين مهجر بسبب أنكم ما استطعتم أن تعيشوا مع بعض. مش فقط بين النظام والمعارضة، حتى بين المعارضة نفسها، حتى في مناطق المحرر كل 50 شخص عنده فصيل وبيسرق وبياخذ أتاوى ورشوة شو بيسموه زعرنة وعنطزة على الآخرين. أنتم ما آخر أمة على وجه الأرض كالسوريين ممكن تتكلمون على أنه كيف تعلمون الناس يعيشوا مع بعض. أنتم ما استطعتوا تعيشوا مع بعض في معناته المحرر، في شيء تعيشون انت مع حامله على بعض. السوريين يا عمي معناته. روح الثاني. هاي الطريقة معناته انت حامل شيء على السوريين لا بالنقاش، لا، عم انا اقول لك اقول انا لك الان، انسان عادي مثلي انا مثل الان لما كثير تاخذ ناس. تسالني اسمع، انا الان لما كواحد يقول لي العراقي اقول العراق دوله متخلفه، ويقول لي انت من العراق، اقول له نعم انا من العراق مع الاسف. يقول ليش مع الاسف؟ اقول بلد عمره 10,000 سنه بينما اهله لا زالوا متخلفين تخلف ال الانسان البدائي. عادي جدا، هذا توصيف ما له علاقه بالكلام عن السوريين. عرفت كيف؟ افهم. والله ما بعرف، هاي حسب المستمعين شو يفهمونها. ما انا هيك فهمتها يعني، لان عم اقول لك انا انسان عادي وصار معي واحد اثنين يا ثلاثة. إذا إنسان عادي خلاص حاول تتقبل، لا تجي تبرر متقبل انا للناس ليش؟ مين اللي قال لك ماني تقبل. متقبل؟ انا مو والله عند قضية فكرة لا تجي الاستفزاز فقط، تبرر، والله بس لا تجي الاستفزاز. تبرر يا عمي، لا تجي تبرر لمن يأتي ويقتل ويضرب ويعمل على أساس أنه مشاعره العظيمة استفزت، مثل ما عملوا في العراق. هجموا على السفارة السويدية شلة من المتخلفين. ليش؟ لأنه ببساطة شديدة والله استفزت مشاعرنا. لأنك متخلف، عشان هيك مشاعرك تستفز. يعني ما يستفز غير أي إنسان المتخلف. يقوم بأعمال عنف، أي إنسان يقوم بأعمال عنف بحجة أنه مشاعره استفزت، هذا إنسان متخلف. هاي رأيك، احترم رأيك. لا مو رأي، هذا هو انا والله بس حبيت طيب. عايز خلي انه مشاركتك ترى حبيبي. الناس كلياتها مو مثل بعضها، بدك تراعي اكيد مو شعور اكيد مو الناس مثل بعض، ولا انا اقول مثل بعض. اكيد في ناس اسوياء وفي ناس متخلفين. يعني حتى عم اقرا تعليقات انا تاكيدا لكلامك انه في ناس متخلفين مختلفين علي، انا من ريف دمشق ولا لا؟ منين ما اكون انا سكر في مش دمشق يعني. موضوعي، انا مش عم اقول موضوعي. لك تاكيد لكلامك انا معك. عشان هيك انت لان كنت تطلع على التعليقات، عشان هيك المعلومه لا ما لا، كانت ما حاط وصلت. الموبايل قدامي لا عم لا لا، اتفرج. انا اقول لك انت المجتمعات العربيه ما عندها يعني ما عندها موهبة انها تجلس تستمع وتفهم الكلام وبعدين ترد. لذلك انا ممكن اعيد لك 10 مرات نفس الكلام، انت ما بيوصل للعقل. ليش؟ لانك انت ما بتستمع للكلام، انت عينك على كذا. لا شوف يا ابو صالح لك لازم ترى اشوف والله. الافكار، انا عم لا احكي لا بدي مو اشوف لازم، الناس انت اللي جالس شو عم تتكلم تحكي. معايا. في منهم يقولوا لي لا تجاملوا، في منهم يطالبوني استفز رائع جدا، انجر انزل ولا معاهم استفزاز. حبيبي، شكرا لمشاركتك. انزل وناقشهم هنيك تحت. حبيبي استاذ محمد العملاق الكبير. يا هلا، مين معانا؟ انا اسمي عبد السيد. هلا عبد السيد، شلونك؟ اخبارك؟ انا طلعت معك كذا مره وفي الحقيقه بكرر كلامي، ان الاشخاص اللي بيفكروا خارج الصندوق يجب ان ترفع عليهم القبعه، امثالك، امثال سلوان، امثال الناس المستنيرين كلهم، اللي بيفكر خارج الصندوق، لان ممكن فكره في الوطن العربي ممكن يكلفه حياته. أنا بضم صوتي لصوتك أولا في عملة سلوان، إن هي عملة غبية، لكن أنا بدعم فكرة سلوان. وبالقياس أنا عايز أقول للمسلمين اللي في الشرق الأوسط، من 3-4 سنين في واحد اسمه أبو سلام طلع حرق الكتاب المقدس وبال عليه في وسط ميدان عام في مصر. فلماذا لم تستفز مشاعركم؟ ولماذا بتطالبوا مننا احنا كمسيحيين ان احنا نبقى ما نهتمش ولا نغار على عقيدتنا ولا نغار على ديننا، رغم ان انا مر علي اعتبرت انه انسان متخلف وبيعمل فكرة متخلفة، لانه هو كان بيقطع شوية ورق، لكن الفكرة
نفسها موجودة عندي، متواصلة فيا الإيمان بالمسيح والمحبة، وإن أرد على الآخر مش برد له بالمثل اللي هو بيعمله، لكن أرد له بمحبة المسيح اللي تعلمتها من خلال الكتاب المقدس. طيب بما أنا انك انت بحترم. مسيحي يا عبد السيد، خليني اسالك شويه بالله عليك. تفضل. انت الان مثلا، انا لو رجل مسلم وجيت صرت مسيحي عندك، تمام، نعم. ثم بعد ذلك قررت اني اترك المسيحيه، شو يكون حكمي عندك؟ زي ما أنت دخلت المسيحية، تفضل. لا، أنا هزيدك من الشعر بيت. أنا بقول لك أنا عايش في أوروبا، وخلي واحد من أولادي هو اللي يقول كده، مش حضرتك البعيد عني. هعمل له رف في الثلاجه واجيب له الاكل اللي هو حلال، والاكل اللي مش عارف ايه، رغم ان الفكره نفسها غبيه. لكن انا احترم ابني واحترم اراده ابني وتفكير ابني، واحاول اقنعه بهدوء للحاجه السويه للانسانيه. لان فكره الاسلام لا تعنيني من بعيد ولا من قريب، لكنها لا تعمق فكره الانسانيه، بل العكس تماما، بتعمق فكر الكراهيه بين البشر. لا انا ما بسالك عن الاسلام، لا تروح للاسلام، خليني انا اسالك، اريدك انا الان كرجل جيت واعتنقت المسيحيه، ثم ما خلاص ما بدي اصير مسيحي، تركت خلاص، المسيحيه. في حريتك الشخصيه، زي ما احترمت حريتك الشخصيه في دخولك للمسيحيه، احترم حريتك في يعني ما راح خروجك منه. تقتلني، ما عندك حكم ولا الرده؟ ونفضل انا وانت اصدقاء. انت انت دلوقتي كنت من شويه بتهيم العقيده المسيحيه وبتقول انا حريتي فوق المسيحيه، من اصغر مسيحي لاكبر مسيحي. ولا زلت انا بحترمك وبحترم كلامك، لاني اهم شيء في اي عقيده محترمه الانسان. الانسان طيب انت رقم انت واحد. كرجل مسيحي يا عبد السيد، انت عايش باوروبا صح؟ اتفضل. ايوه. ايوه. انت اكيد بتشوف الافلام والمسلسلات اللي فيها كلها اساءة للمسيح لموسى ولنوح ولشخصيات الكتاب المقدس، يعني بشكل عام من اعتبر الفكرة ان هي الإلهية دي ناس الى. بتفكر خارج الصندوق زي حضرتك كده بالظبط. ايوه، انت ما بتفكر انك بتروح، ما مثلا بتروح تفجر يعني مثلا في هوليوود، او تفجر محطة الاذاعة او مقر اذاعة النتفليكس وكذا. اولا ده كلام لا انساني ولا ادمي ولا يمت للانسانيه. واذا كنت بفكر بهذه الهمجيه، فانا لا انسب للانسان ولا للجنس البشري. حتى الحيوان، لو احنا وصفنا الحيوان بهذه الصفات، الحيوان نفسه مش راح يفجر نفسه ولا يموت الكلاب اللي حواليه يعني. فدي فكره غير ادميه. طب ايش ليش انتوا الان يعني ما بتغارون على دينكم، على معتقدكم، على ايمانكم؟ ايماني انا بغار عليه بس في قلبي، مش بغار عليه في شويه ورق اتحرقوا. انا نفسي لما الكتاب المقدس يدبل عندي، حفظا على انه مثلا انا اللي بحرقه بنفسي علشان الورق خلاص. القداسه مش للورق. الورق ده صنع ايد بشريه، والالوان دي ايدين بشريه، ودي ممكن تكون استخرجت من دهون ومن حيوانات ومن احبار واصباغ وعمليات كيماويه. ده ورق، ده حاجات انتاج بشري بحت. لكن المهم في ده كله مش جودة الكتاب المقدس ولا جودة القرآن، لكن المنتج اللي جواه هو اللي مقدس. والمنتج اللي جواه ده بيبقى مرتبط بيا أنا كإنسان، أنا أطبقه في حياتي علشان خير الآخرين وخير البشر. وهي ده نفس الحاجات اللي عملته أوروبا مع المسلمين لما شافتهم بيغرقوا في البحر. واخد بال حضرتك؟ نفذوا كلام الكتاب المقدس ما حدا نفذ وجابوه. كلام مقدس يعني، بس عشان ما ندخل في هذه الجزئية. طيب خليني اسالك سؤال ثاني. اتفضل. انتوا الان انت كرجل مسيحي، طبعا ما ادري انت كاثوليكي ولا بروتستانتي ولا انا مسيحي انجيلي. فقط. انا اي كنيسه بدخل اصلي فيها وخلاص، انا وعيالي. ما عندك هذه المشكلة. اه. رائع جدا، جميل جدا. انت كرجل مسيحي، يعني شو احساسك؟ انا هذا الكلام يهمني كثير. شو احساسك انت لما واحد مسلم ياتي ويقول لك انه انت نصراني؟ هو المسلم من مشكلته ليه احنا بالذات كمسيحيين
متعمدين الرد على المسلم، لأن الوحيد المسلم من بين آلاف الديانات الموجودة في الكرة الأرضية اللي بيتهمني بأشياء، يقول لك كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ويرميها علي أنا. هل أنت تقصدني يا عم المسلم؟ يقول لك أيوة النصارى هو أنتوا. يا عم إحنا اسمنا المسيحيين، لا اسمكم نصارى. لا إحنا مش كفار، في كتابك في آيات بتقول إن إحنا مش كفار، لا أنتوا كفار. يا عم احنا ما بنعبدش 3 آلهة زي ما انت بتقول، لا انتوا بتعبدوا 3 آلهة. يعني بيلقي بالشبهة وبيلصقها فيا غصب عني، وبيبني فبالتالي انا من عليها. حق ان انا ارد عليه. لكن هو لو بيعبد حجر، هيجي في عيد ميلاد الحجر ده ولا في عيد القومي للحجر ده، هنقشه بايد على هيئة قلب، واحطه له معاه ورده واهديه له هديه، اقول له خد اتفضل ده الهك، انا بحترمه طالما انت لا تلقيني بيه. لكن الاسلام القى بعشرات التهم على المسيحيين. يعني في الوقت اللي انا بقول لك ده، في مصر حاليا اكتر من 50 بنت مخطوفه من اهلها، مخطوفه من زوجها ومن اولادها، وبيمارسوا معاها الرذيله والقبح علشان تعتنق الاسلام. هل ده مش مشاعر يعني ناس هذا كلام مسيحيين؟ ما يصدق. يعني 50 طفل بنت ايش، وين عايش انت؟ يعني هذا كلام ما مع اعتقد. احترامي انا اختلف ايوه، معاك. مين هم هذول ال 50 شخص؟ ممكن تقول لنا اسمهم؟ اسماء يعني دي مش قرايبي علشان احفظ اساميهم، لكن يعني طيب بلاش اسماء. مين من اي مصدر انت تتكلم؟ في الوقت اللي انا بكلمك فيه دكتوره من اسوان اتخطفت في ايوه الوقت الحالي. والدولة الدوله واخد مين اللي بالك، خطفها؟ الدوله لحظة، مين اللي خطفها؟ انا اقول لك ناس ايش اللي بيصير في مصر في الحقيقة يا اخي عبد انا السيد. اقدر اقول لك انا عشرات اقول لك ايش اللي السيناريوهات يا بيصير استاذ في مصر، محمد. ارجوك. يعني هذه، انا شوف، انا ضد فكرة انه الواحد يعمل بروباغندا كاذبة. اللي بيصير ببساطة شديدة، لما مسيحية تريد تصير مسلمة، انتم ما بتتقبلون هاي الفكرة، بتاخذوها وبتحطوها عندكم، وما حدا يعرف لها راس من رجلين. فالمسيحية لما تريد بعد ذلك تصير مسلمة، بتهرب منكم ببساطة شديدة، لا بتنخطف ولا من يحزنون. هذه الحقيقة. شوف فحاولوا تتقبلوا انا انه، لا حاولوا اعارضك. تتقبلوا يا حبيبي، يا عبد السيد، حاولوا تتقبلوا. مثل ما في انا ناس اولا مسلمين، انت مثل ما بتقول لي في قول ناس اسامهم. مسلمين. لحظة، مثل ما في ناس مسلمين بيتحولوا إلى المسيحية، وبيكونوا خايفين على أنفسهم من من المسلمين. في كان كذلك، وخاصة في البنات، في ناس مسلم يعني مسيحيات بيتحولوا إلى مسلمين وبيخافوا على أنفسهم. عرفت كيف؟ فبالتالي بيهربوا، وغالبا بتكون هذه الامور لها علاقه بانها حبت شاب مسلم، اقتنعت به، ما اقتنعت به، تحولت الى الاسلام بسبب حبها لهذا الشاب او بسبب قناعتها. هذه تفاصيل، يعني كل حاجه يعني ما نقدر يعني نستفصل فيها كثير. فبتعتنق الاسلام وبتخاف انها طيب يعني ممكن اقول لحضرتك بس ارد عليك؟ هذا اللي بيصير ببساطة يعني. هذا ليس فعملية، سيناريو لا، واحد. عملية انه والله في 50 مسيحية اختطفت، هذا كلام، يعني كلام كذب، لا طب خليني يردده بس الا ارد عليك، لا احنا لا مش لا جايين علشان هذا كلام، نختلف. لا. هذا الكلام تروح تنشره في البثوث المسيحية، ترديد لا مثل هذه لا الأكاذيب بثوث مسيحيه ولا والبروباغندا. بثوث اسلاميه، انا لا بقول لك. راد، اعطيني مصدر اخباري موثوق به، البشريه تتعامل معاه على انه مصدر موثوق عشان اقرا منه، مو من الله عندك. ينور عليك. ايوه انت اعطيني المصدر كلامك يلا. كده راجل راجل عقلاني واخد ايوه بالك، اعطيني وبتفكر المصدر يلا، فعلا اتفضل. بايجابيه، صح؟ صحيح. ايوه اعطيني في المصدر عشرات. الان، اتفضل يا عبد السيد. انا هدي لك دلوقتي، اكتب البنات المختطفات على اليوتيوب لا، وهتلاقي ما البنات اكتب ما اكتب. اعطيني اسم القناه، من اي قناه انت حصلت هذا الخبر. طب خليني بس اوصل لك وجهة نظري، لا مش ما عايزين نوجد. توصل، لان هذا اكاذيب. قبل ما انا افعل انا مش معك ما هدي لك افعله مع مصدر، انا هدي المسلمين. لك لا 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 عشرات لا لا, لا المصادر، عبد بس السيد، لا لا استنى. لا لا ناي. الان اعطني اسم المصدر، من اي قناه انت قرات هذا الكلام. انا قريت من العائلات نفسهم لما بيعملوا ايوه حفلات. بالضبط، اكاذيب، قصص. عرفت كيف؟ هذا الكلام بالضبط، هذا اللي بقول لك اللي بيصير يا عبد السيد. في امراه
تطلع من بيتها لانها بدا حبه ولد، راحت دخلت في دينه، عائلتها شو راح تجي تقول لك؟ تجي تقول لك والله بنتنا فشلنا في تربيتها على المسيحيه؟ اكيد ما راح تجي تقول لك هذا الكلام. بتقول لك ببساطه شديده إيه والله اكيد خطفوها، خطفوا بنتنا، اكيد راح تقول لك هذا الكلام. مثل ما هذول المتخلفين عايشين في السويد خطفوا اولادي، هذه الدوله السويديه خطفت اولادي. هذه عقليات المجتمعات الشرق اوسطيه مع الاسف يا عبد السيد. انا فانا بتفق مقدر معك. ان انت عندك انفتاح، عرفت كيف؟ ولكن ليس يعني لا يمر علي انا صراحه يعني هذه البروباغندا انا المسيحيه. بحترم رايك او وبقول انا لك ما كمان فيش سيناريو بحترمك واحد. حبيبي. يعني لما اه يكون في 50 حاله، مش السيناريو لا لا كله ما فيش، بسيناريو لا واحد. 50 حالة ولا 10 ولا 5 ولا 2 حتى، يعني هذه كلها أكاذيب. هذا لا، كلها من البروباغندا تبع المسيحيين، وأنت عارف هذا الكلام وأنا عارف هذا الكلام، وبالتالي يعني بلاش نكذب على بعض. يعني عرفت كيف؟ أنا برا هذه الليلة، يعني عرفت كيف؟ فبالتالي أنا خليك ما برا الليله، بس على الاقل اسمع لا وجهه لا 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 نظري. أنا لأني برا هذه الليلة، عرفت كيف؟ بعرف كذب هذا الكلام. أنا لو كنت رجل مسلم الآن يعني وأدافع عن القرآن وعن السنة وكذا، نعم أنا ممكن أكون كنت متحيز لهذا، ولكن أنت تعرف كلامي في القرآن، وتعرف كلامي في هذول المتخلفين، وتعرف كلامي في الأنظمة العربية وفي كل هذا الكلام. هذا الكلام اللي بتقوله مش صحيح، هذا كلام اللي بتقوله بروباغندا مسيحية للحفاظ على ما تبقى من منظومتكم الاجتماعية. وأنا فاهم هذا الكلام. يعني أنا أعطيكم العذر، أنتم عايشين بتهديد حقيقي لكيانكم يا حبيبي عبد السيد. فبالتالي طب بعرف ما فيش الاساليب عشرات التي الكنائس تتخذ. اللي بتحرق؟ الكنائس اللي بتحرق. ما اختلفنا، ناس مجرمين حرقوا كنائسكم، ما اختلفنا ابدا، ما اختلفنا. انا ما انا بقول ما بتفق في، معك. لحظه حبيبي عبد السيد، انا ما بقول ما في اعتداء عليكم في العالم الاسلامي، بل انا اقول لك اكثر من هذا. مصر المفروض تكون بلدكم بالدرجه الاساسيه، العراق مفروض تكون بلد امثال يعني هذه الاعراق الثانيه، والمسلمين هم دخلاء. انا كرجل مسلم من عائله مسلمه، احنا المفروض نكون لاجئين عندكم في هذه البلدان، عرفت كيف؟ احنا يعني سواء كنا من اهل البلد الاصليين او كذا، احنا يعني اصحاب هذا البلد ليس لم يكونوا عرب، يعني سواء مصر او غيرها. انتم وقع عليكم ظلم، وقع عليكم حملات يعني ذوبان في المجتمعات الاسلاميه، انا ما اختلف معك في ذلك. ولكن اللي انا اكره، يعني ما اقبل اني اكون هكذا جالس في مكان واحد يجي يمرر علي اي كلام. هذا اللي ما بقبله، سواء مسلم او وانا مسيحي. بالنسبه لي برضو احداث بتمر عليا، لكن انا ما عشتش الحدث ده. ممكن يكون كلامك انت الصح، ممكن يكون في كلامي جزء من الحقيقه، والحقيقه لا لا يعلمها لا الا لا الله. بأس، لا بأس، خلينا نتجاوز هاي النقطة ونعطي فرصة للإخوة عشان يشاركوا بس حبيبي انا عبد عايز السلام. قبل ما انزل واخد بالك اقول لحضرتك على حاجه. والرغم هذا انا مسيحي بأدين وبقول ان فكره غبيه، فكره حرق قران والكلام ده كله، ولا تستاهل المخاطره بهذا الكم من الحشد البشري. وده عملنا ودول يقول لك احنا لازم نرد والكلام ده كله. انا بأدين، لكن هل ليه ما المسلم ما بيقص الامور على نفسه؟ لما الكتاب المقدس اتحرق في اكبر ميادين القاهره، واخد بالك، وما فيش حد بدعم من الحكومه المصريه وبدعم من جهات امنيه في البلد اتحرق، وما حدش عمل الكلام لا فعل سهل ولا رد جدا. فعل. الكلام شوف حبيبي عبد السيد، الكلام سهل. عملية حرق كتاب، العملية بنفسها شغلة غبية، ولكن سلوان مشكلته مش مع الكتاب كورقات هكذا، هو يتكلم عن صحيح. المحتوى، يريد لفت الأنظار إلى المحتوى إلى كذا. هو كانت عنده رسالة أوصلها، وبغض النظر أنا هذا الأسلوب عن نفسي بشوفه يعني أسلوب غير جيد في وضع اكيد، لكني كذا. انا ولكن بحترم كمان حريه راي سلوان. في نفس الوقت يا عزيزي، سلوان مثل غير سلوان له الحق، هذه الحق كفله له دستور الدولة، ولا يمكن أن الواحد عشان هو بيشوف الأسلوب خاطئ أنه يترك مثال سلوان يكون لقمة سائغة بيد مجموعة من المتخلفين عشان يستفردوا به ويقتلوه ويعتدوا عليه جسديا. فبالتالي حماية سلوان هو واجب أخلاقي بغض النظر عن آراءه وعن سلوكياته، يعني في تصور. ده كلام صحيح بنسبة 100%. فأنا عايز أقول إن كان المسلمين لازم يحدوا من نغمتهم في معاملتهم مع الآخرين، لازم يعيشوا كبني آدمين عاديين مع الناس، ويعتبروا
انه ما يعتبروش نفسهم انهم هم الطبقه العليا، والناس هم اقل منهم درجه في الانسانيه، وبالتالي يبقى المجتمع فيه نوع من التآخي. لما واحد يجي مثلا مسلم يجي يحرق القرآن في أي بلد عربي من البلاد الإسلامية، يجي المسلمين نفسهم يدينوه ويقولوا له لا عيب، انت كده بتتعدى على جيراننا المسيحيين، على اخوتنا المسيحيين، ده واكلين وشاربين معاهم. فيجي يدينا احنا الدافع هنا في اوروبا، نقول له يا سلوان ما تتعداش على مثلا الناس دول، احنا واكلين وشاربين معاهم ولينا عشرة معاهم ولينا أخوة وجيرة معاهم. لكن العالم ابتدى ينفلت أمنيا، وكل واحد بينفذ الرغبات اللي في دماغه، فبالتالي بقينا في عالم منحط. أنا أدين عملة سلوان، لكن بالمقابل بقى أدين الأعمال اللي تمارس ضد المسيحيين واليزيديين والبوذيين والقوميات الأخرى اللي بيعتدى عليها المسلمين في بلاد اللي ذات أغلبية إسلامية. طيب، شكرا لمشاركتك حبيبي عبد